طول ما حر الصيف مكمل معانا، فالمشروبات المنعشة مكملة هي كمان. كل فترة كده بعمل موهيتو من ميكس مختلف، والمرة دي عملته من المانجا والفراولة. أنا بقيت مدمنة حاجة اسمها موهيتو، بجد بيبقى طعمه خطير جدا، مكونات كلها صحية وبدون أي سكر مضاف. هنبدأ بتحضير التوبنج اللي هو طبقة المانجا. هنجيب أي نوع مانجا ونقشرها ونقطعها، وهنجيب بقى الهاند بلندر، وبدون أي إضافات تانية مع المانجا هنضرب المانجا لوحدها لحد ما تبقى زي البوريه كده، يكون القوام بتاعها تقيل إلى حد ما. كده التوبنج بتاعنا بقى جاهز، هنحطه على جنب ونبدأ دلوقتي نحضر الموهيتو بتاعنا. هنجيب فروزن ستروبري ومع اوراق نعناع الفريش وشرايح الليمون وشويه من عسل النحل، ونبدا كده بمعلقه خشبيه او اي حاجه تقيله نفضل نضغط عليها جامد لحد ما تهرسوا كويس مع بعض، بحيث ان كل مكون يطلع الفليفر بتاعه، الفليفرز كلها تدخل مع بعض. وطبعا لزوم الانتعاش هنحط مكعبات من التلج وننزل عليها بالميه الفواره، وبعد كده هنحط التوبنج بتاعنا البوريه المانجا اللي حضرناه. بالنسبه لي ده احلى موهيتو حضرته في الصيف السنه دي، لازم تجربوه وقولوا لي حابين المشروب اللي جاي يكون عباره عن ايه. وباي باي.